بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، هل حقا يعتقد الصوفية بأن الولي أفضل من النبي؟ أجيبونا لأمر واحد فقط: هل وجدتم في كتاب أو في مصدر من مصادر الصوفية أو من شيخ معتمد مجمع على صوفيته قال بأن أكابر الطرق كسيد أبي الحسن الشاذلي وسيد أحمد البدوي وسيد عبد القادر الجيلاني والإمام الرفاعي وشاه نقشبند رضي الله عنهم قال بأن واحدا منهم هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هاتوا اعطونا المصدر. أين وجدتم أحدا قال بأن هؤلاء الأكابر؟ والقياس على هؤلاء الأكابر لأن من جاء بعدهم هم تابع لهم، ولا أحد قد يكون التابعون لهم أفضل عند الله عز وجل. التفضيل لا يجزم به أحد أبدا. هل يوجد عاقل قال بأن الفلان وفلان والشيخ الفلاني والولي الفلاني هو أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. بل أشد من ذلك، اعطونا واحدا أو في أي كتاب من كتب الصوفية قال بأن الولي الفلاني هو أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه. أدنى صحابي وليس فيهم دني هو أفضل من أكبر ولي، وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق على الإطلاق، وبعده سيدنا إبراهيم فالمكلم، فنوح فالروح أولو العزم هم، وبعده فالرسل، ثم الأنبياء، ثم الملك الخاص فالصديق، ثم ذو النسك عمر عثمان، يليهم حيدر، ورتب الستة باقي العشرة، فأهل بدر، فأحد، فالبيعة، فسائر الأصحاب، ثم الأمة. أهل السنة لا يقدمون سيدنا عمر على سيدنا أبي بكر، ومن كان متشيعا فهو يقدم سيدنا علي على سيدنا أبي بكر رضي الله عنهم. ولا يقبل عقلا ولا شرعا أن يكون النبي أو الولي أفضل من النبي. لماذا؟ لأن الأنبياء رضوان عليهم السلام هم أولياء في حد ذاتهم، فالنبي كونه وليا هو أفضل من الولي وليس بنبي. فكيف يعقل أن يكون هذا ولي وهذا ولي والآخر زائد عليه بالنبوة؟ فهل يمكن هذا؟ أبدا. لكن هناك مسألة هي التي استغلها هؤلاء الكذابون، هي قضية هل ولاية النبي أفضل من نبوته أم لا؟ أيهما يقدم؟ هذه المسألة وإن كان فيها خلاف، هل ولاية النبي أفضل من نبوته أم نبوته أفضل من ولايته؟ لن نخوض في هذه المسألة لأنه لا ينبني عليها عمل، وإنما هي مسألة لفظية فقط. فالنبي سواء في ولايته أو نبوته مقامه معلوم لا ينبني عليها عمل أبدا. لذلك التبس على هؤلاء الناس وهم أحرص على الكذب والفرية، فقالوا هناك من يقول بأن الولي أفضل من النبي. أبدا، لا يوجد من يقول بأن الولي أفضل من الولي، وإنما اختلف في هل ولاية النبي أفضل من ولاية أم نبوة النبي. أما الأولياء فلا يمكن أبدا، لا يقدم الأولياء مهما بلغوا على مرتبة الصحابة فضلا عن النبوة. حتى الصحابة رضوان الله عليهم لا يمكن تصور بأنهم أفضل من الأنبياء أبدا. لا أحد يقول بأن سيدنا أبو بكر أفضل من أي نبي من الأنبياء، لا يعقل هذا. والله من العجب العجاب أن يأتي أحد يقول بأن الصوفية يقولون بأن الولي أفضل من النبي، وهذا لا يقبل لا عقلا ولا شرعا. فالأفضلية معلومة من القرآن الكريم،
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالصحابة رضوان الله عليهم المتقدمون أفضل من المتأخرين، فكيف بمن جاء بعدهم؟ فيه عاقل يقول مثل هذا الكلام؟ أبدا. ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى عقبة. وأما مقولة سيدنا أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه لقد خضنا بحرا وقف الأنبياء على شاطئه، فالأنبياء رضوان الله عليهم خاضوا بحر المعارف والأسرار ثم رجعوا إلى الشاطئ ليعلموا الناس. أما الأولياء فقد خاضوه وبقوا فيه، فحالة الأنبياء هي أكمل من حالة الأولياء. وقف الأنبياء على شاطئه ليس معناه أنهم لم يخوضوه وأنهم بقوا أبدا، وإنما خاضوه ورجعوا فوقفوا مع العامة ليدلوهم على الله عز وجل. إذن فلا يجوز قطعا القول بأن الصوفية يفضلون أولياءهم على الأنبياء، ولا يجوز القول حتى بأنهم يفضلونهم على الصحابة رضوان الله عليهم. وأما إن وجد من يقول بأن، يعني لو فرضنا أن هناك شخص يقول بأن الولي أفضل من النبي فهذا قطعا مجنون، والقلم مرفوع عن المجنون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.